عضلة الكتف الخلفي هي نقطة ضعف عند ناس كتير. النهاردة هقولك ازاي تمرنها ويبقى شكلها جامد. الزاوية بتاعتنا هنا اسمها البوستيريور او الرير دلتويد. ونخش على اول تمرينة. بنلعب بوزن قليل وزي ما انتوا شايفين انا بلعب هنا بال6 كيلو. اركز وانا واقف ان انا ظهري ميبقاش مقوس، لا ببقى فرده ورقبتي بتبقى مفرودة وبلعب بالشكل ده. التمرينة دي اسمها posterior deltoid raise او رفرفة كتف خلفي، وده بيبقى شكلها. بكمل التمرينة بتاعتي عادي جدا، وانا قررت هنا اني اخفف الوزن اكتر والعب until failure. زي ما انتوا شايفين 4 كيلو وزن خفيف جدا يا جماعة، ولكن اهم حاجة تحس بكتفك وبالعضلة وهي شغالة. تاني تمرينة معانا هي كتف خلفي بالروب، وهو ده شكلها. ظهري مفرود ورقبتي مفرودة، بطلع وبنزل الآخر، ما بلعبش نص عدة ومش بتمرجح بالوزن. والأهم من ده انك تلعب بتركيز. وبس كده. جربوا وقولولي رأيكم في الكومنتس واستنوا التبس اللي جاية.